ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا كلها، احلى اخ واحلى اخت طبعا في الدنيا كلها. ازيكم؟ يا رب دايما اشوفكم بخير وسعادة يا رب. طيب في حد بعت لي كومنت امبارح ان هو عايز يغير باسورد صفحة الراوتر. الراوتر بتاعه موديل اتش 188 تمام. فاحنا النهارده ان شاء الله هنعمل الفيديو ده عشان المتابع عندنا في القناة طلب مننا كده ان هو ازاي يقدر يغير باسورد صفحة الراوتر. تمام. واحنا ان شاء الله هنوريكم النهاردة ازاي تقدر تغير باسورد صفحة الراوتر بتاعتك. تمام. عشان بدل ما بتيجي تكتب في الراوتر مثلا بتبدأ تكتب الباسورد اللي هو في ظهر الراوتر، لا انت مش عايز تمسك كل شوية الراوتر وتبص في ظهره وتبدأ تكتب الباسورد اللي في ظهره. انت عايز تعمل اسم سهل او حاجة سهلة بحيث ان انت لما تيجي تفتح صفحة الراوتر تفتحها بسرعة، ما تقعدش تبص على الراوتر كل شوية وتقعد تكتب حروف كبيرة حروف كابيتال والكلام ده. لا انت عايز تفتح صفحة الراوتر ويكون الاسم اللي انت كاتبه بتاع صفحة الراوتر يكون سهل، يعني الباسورد يكون سهل. تمام. طيب تعالى بينا عن الشرح عشان ما يطولش بينا الفيديو. اول حاجة هتفتح المتصفح بتاعك وهتبدأ تكتب 192 دوت 168 دوت 1 دوت 1. تمام. وهتقول انتر. ممتاز جدا يا شباب. بعد كده هيفتح معاك الصفحه دي. اول حاجه يطلبها منك اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم والباسورد امسك الراوتر بتاعك كده في الظهر هتلاقي حاجه اسمها يوزر نيم وباسورد. تمام. هنبدا نكتب اليوزر نيم والباسورد عشان نقدر نغير الباسورد ده. تمام. طيب انا بالنسبه لي هبدا اكتب، انا عشان شركه اورنج هبدا اكتب يوزر نيم. هكتب اليوزر نيم يوزر. تمام. وانت برضو لو شركة اورنج هتكتب يوزر نيم يوزر. على فكرة يا شباب بس ملحوظة عايز اقول عليها، لو حضرتك الموديل بتاعك اتش 188A والراوتر والموديل ده في شركة اورنج او شركة وي او شركة فودافون او شركة اتصالات فهو نفس الشرح وهو نفس السيستم وهو الحاجات اللي انت هتعملها، ولكن هو بيختلف اليوزر نيم والباسورد اللي في ظهر. يعني انا عندي هتلاقي اليوزر نيم والباسورد مثلا في اورنج هتلاقي كلمه يوزر نيم يوزر والباسورد هتلاقي حروف كبيره. ممكن في فودافون برضو تلاقي فودافون اليوزر فودافون وبعد كده الحروف كبيره. في وي مثلا ممكن تلاقي ادمن كذلك الامر، ولكن هو الراوتر اللي انا عايز اوصله لك هو الراوتر واحد طالما الموديل اتش 188A. فاي شركه بقى من الاربعه دول فهو الشرح ليك. تمام. طيب بعد ما كتبنا اليوزر نيم يوزر هبدا اكتب الباسورد. تمام. انا بالنسبه لي مغير الباسورد اللي هو في ظهر الراوتر فانا هكتب الباسورد اللي انا مغيره من فتره يعني. تمام. هبدا اكتب الباسورد اللي انا مغيره. تمام. بعد كده هقول له لوج ان. عفوا هو انا كتبته غلط. طيب هنكتبه تاني. بعد كده هقول له لوج ان. هيبدأ يفتح معايا بالشكل ده يا شباب. صفحة الراوتر هتفتح معايا بالشكل ده. تمام. اول حاجة بقى هبدأ اعملها هختار حاجة كده اسمها مانجمنت. زي ما انتم شايفين كده، شايفين مانجمنت. هبدأ اضغط عليها هيبدأ يفتح معايا الصفحة دي. هاجي هنا الاختيار ده هختار حاجة اسمها اكونت مانجمنت. اكونت مانجمنت. تمام. هبدأ اضغط عليه هيبدأ يفتح معايا الصفحة دي يا شباب. طبعا اول حاجة هو كاتب لك اليوزر نيم يوزر. تمام. يوزر نيم يوزر دي ما تعرفش تغير اسم اليوزر نيم ده خالص، يعني ما ينفعش اليوزر نيم ده تبدأ تغيره لانه هو بص عامله لك ازاي مش ظاهره لك. فانت كده بالتالي مش هتعرف تغير اليوزر نيم بتاع صفحة الراوتر، ولكن هتعرف تغير باسورد صفحة الراوتر. تمام. بعد كده يا شباب هتلاقي حاجة اسمها اولد باسورد. اولد باسورد يعني اكتب الباسورد القديم. تمام. حضرتك بقى دلوقتي هتمسك الراوتر بتاعك وتقلبه على الظهر. بعد ما تقلبه على الظهر كده هتلاقي في حاجة اسمها باسورد اللي انت كتبته في دخول صفحة الراوتر. فانت هتاخد بقى الباسورد ده وتبدأ تكتبه هنا. تمام. هتلاقي لو اورنج مثلا، بالنسبه لي انا اورنج فانا ممكن ابدا اكتبه كل الحروف كابيتال زي ما هو مكتوب بالظبط. تمام. انت برضو اي شركه تاني اكتبه زي ما هو مكتوب بالظبط. بعد ما تكتبه
بعد كده هنا بيقول لك نيو باسورد. ايه هو نيو باسورد؟ يعني اكتب الباسورد الجديد. نيو بمعنى جديد، اكتب الباسورد الجديد. انت بقى هتبدأ تكتب الباسورد اللي هو في دماغك عايز تكتبه، او الحاجة السهلة اللي انت عايز تكتبها عشان تكون سهلة وحافظها وما تبصش في ظهر الراوتر بعد كده وتفتحها على طول. تمام. انا بالنسبة لي كتبت هنا الباسورد بتاعي ساعتها كنت كاتبه احمد كل الحروف سمول، بعد كده رمز الات، بعد كده عملت حرف الاي كابيتال، بعد كده عملت رقم 1. انت ممكن تكتب حاجه شبيهه لكده. بعد ما بتبدا تكتبه هنا خلاص انت كتبته هنا نيو باسورد الجديد. بيقول لك هنا بقى اعمل اعاده للباسورد اللي انت كتبته، يعني الباسورد اللي انت كتبته فوق هنا تمام الجديد هتبدا تكتبه هنا تاني، يبقى انت كده عملت له اعاده تاني. تمام. بعد ما بتعيد كتابه الباسورد هنا تاني بيبقى الاثنين متشابهين مع بعض. تمام. الاثنين متشابهين مع بعض. لو انت في حرف كتبته غلط عن اللي فوق مش هيقبل معاك، لازم تكتب اللي فوق، وبعد ما تكتب اللي فوق زي ما انت كده عملته خده نسخ، بعد ما تنسخه حطه تحت هنا عشان يبقى الاثنين متشابه، او اكتبه نفس ما هو انت كاتبه فوق. بعد كده تضغط على ابلاي. اول ما هتضغط على ابلاي خلاص كده هيسيف معاك ويبدأ تفتح بقى بالباسورد الجديد اللي هو ايه، اللي انا مثلا انا ممكن اجي اكتبه دلوقتي اهو، اللي انت مثلا عملته. انا بالنسبه لي اهو عملته. هبدأ اكتب يوزر عادي، يوزر عفوا يوزر. تمام. انا كتبت يوزر، وكمثال انا مثلا غيرت الباسورد، انا ما رضيتش اغيره لان انا مش حابب اغيره تاني. تمام. انا كتبت اليوزر اهو. بعد ما اكتب اليوزر هبدا اكتب بقى الباسورد الجديد اللي انا كنت كاتبه قبل كده. هبدا اكتب احمد كل الحروف سمول، احمد كده انا كتبت احمد كل الحروف سمول. بعد كده هعمل رمز الات، بعد كده هعمل حرف الاي كابيتال، بعد كده هعمل 1 وهبدا اقول لوج ان. هيبدأ يفتح معايا بكل سهولة. تمام. هعيد لك برضو بسرعة كده. هتبدأ تختار على حاجة اسمها مانجمنت، بعد كده تجيب اكونت مانجمنت، بعد كده تبدأ تكتب هنا الباسورد اللي في ظهر الراوتر، بعد كده تبدأ تكتب الباسورد الجديد اللي انت عايز تعمله، بعد كده تعمل إعادة كتابة الباسورد اللي انت كتبته. تمام. بعد كده تعمل ابلاي كده هيسيف معاك. اتمنى اكون افدتكم، واتمنى وصلت لك المعلومة حضرتك اللي طلبت مني ازاي تغير باسورد صفحة الراوتر بتاع نفس الراوتر ده اتش 188. كده انا وصلت لك المعلومة ازاي تقدر تغير باسورد صفحة الراوتر بكل سهولة. اتمنى اكون افدتكم، ولو عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل الجرس على الكل. اشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.